مرحبا اصدقائي، فيديو جديد او موضوع جديد على قناتكم سبورت اكستريم. صراحه ذنوب المغاربه والله الا خرجوا في المدرب ديال السنغال والازمه ديال المنتخب السنغالي. البطل ديالها اللي كتعرفوا كاملين باب تياو مدرب المنتخب السنغالي، وهاد الازمه دارت حاله ودارت بوم في السوشيال ميديا وجميع المواقع التواصل الاجتماعي وجميع الصحف العالميه والعربيه هضرات على هذا المشكل القائم حاليا داخل البيت السنغالي. مشكل ديال المدرب مع يعني الاتحاد السنغالي بالحرف قالوا على ان المنتخب السنغالي يعيش حاله من التوتر قبل السفر الى الولايات المتحده الامريكيه. صراحه مباشره قال لك مصدر ذاتي ان العقد باب تاعو، المشكل كان في العقد انه بغى يجدد العقد ديالو مع المنتخب السنغالي قبل السفر، ولكن كاين اخبار اخرى تقول على ان عنده مشكل في جواز السفر، وهذا اللي خلى كثرت التاويلات كيفاش مدرب في حجم باب تشاو ديال المدرب ديال المنتخب السنغال ما عندوش جواز ديال السفر ديال دوله خارج البلاد. لهذا خوتي العزاز ما نطولش عليكم، خليكم تسمعوا شنو قال الاعلام الجزائري حول هذه المشكله ديال ازمه داخل منتخب السنغال. البطل ديالها كما قلنا باب تياو. ليتس جو فرجه ممتعه على بركه الله. كذوب. الحقيقه هي اللي تقالت بانه المدرب ديال المنتخب السنغالي ما بغاش يسافر. الفيزات تشدهم قبال، راه غادي لامريكا. الفيزات يتشدوا قبال ويدومونداو قبال ويكونوا مريقلين او سيمانه قبل ما تقلع لامريكا. هذه ديال البارح تسناو الفيزا البارح في المطار، هذه كذبه، لانه نتوما اصلا معروفين بالكذوب، معروفين بالبلاغات والبيانات. انا كنت نتسناكم اليوم ديروا بيان وتقولوا للجمهور يستنى عاود الاوديسات في شي الاخر ولا يستناوكم، ما عرفتش نتوما مراد، بصح ما قدرتوش لانه دروك تحددت لكم السرعه، واليوم انا نتسناكم تنسحبوا. علموا هذوك الاوديسات وعلموهم حتى هذاك المدرب ديال الاوديسات هو حرجوه وباش يتعلم شويه الباب تاعو ومساحب. هي اليوم غادي تاكل قتله اليوم ان شاء الله باذن الله في الكوره. انا تبع الكوره اليوم كوره غادي يقريوكم هذوك الاوديسات، يقريوكم كوره وبليز غادي تلعب في ملعب مولاي الحسن وبالجمهور. غادي يكون الجمهور ان شاء الله باذن الله، نتمناو يكون جمهور غفير، واللي ما داير يمشي يتفرج هذه العشيه هذه، اللي راه مرتاح يمشي يتفرج مقابله كبيره في ملعب مولاي الحسن ديال الدومي فينال اللي غادي تجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي، وقبلها غادي تجمع الدومي فينال ما بين المنتخب المصري والمنتخب التنزاني. صح المقابله الزوجه هي مقابله كبيره وغادي تجرى في 9 ديال الليل، يعني في جو عادي. نوليو لكم السنغال هادو عندهم مشاكل كبيره، مشاكل بدات بالحكومه ديالهم. الحكومه ديالهم بقات تفرفر طيروها، راكم تقلعوها من الجدر. يبغيو يلعبوا البروباغندا وهي دوله ضعيفه اصلا، داخليا ضعيفه وخارجيا ضعيفه. جا هذا المدرب هذا بغى يدير هذا الكاس هذا، بغى يسرقوا مع اطراف الحكومه ديال السنغال والرئيس وكل شيء، يعني هما كانوا داخلين اطراف، يعني قالوا له جيب لنا هذا الكاس باش تسلكنا مع الشعب وتسلك لنا العهده هذه باش نكملوها، لانهم هما شفاره يبغوا راك عارفين يخدموا الشفيره ديالهم. مي راه شو واش صار لهم، راكم تشوفوا واش صار لهم. حنا رانا نتفرجوا ونضحكوا، حنا رانا شادين كرسي ودايرين قهوه ونتفرجوا فيكم ونضحكوا. مازال غادي تشوفوا افلام في امريكا، لانه هو اللي كانوا يدافع عليهم ويقول لك يدافع علينا، والرقم 12 انتيردي باش يدخل الميريكان، هو الجمهور ديالهم انتيردي باش يدخل الميريكان. الا عندهم حبيبات تما في ميريكان هاملين راه غادي يمشيو يتفرجوا لهم، بصح اللي يجيو هذوك ديال السنغال ما يقدروش يمشي. يعني هذه هنا غادي تبقى، راهم قلعوا اصلا، مشاو الميريكان، راهم مشاو الميريكان، السعوديه مشات. هذه ديال السنغال. وانا عارف بلا الوزراء والاتحاديه ديالهم من ما بغاش تزيد الكونترا مع هذا المدرب هذا وما بغاش تخلصوا الا وعارفه القرار النهائي ديال الطاس، لانه القرار النهائي ديال الطاس هي راه عارفه اصلا داخل الطاس خاسره، اصلا غادي يتحط دوسي خاسره من دوفيس. نوليو المقابله ديال المغرب والسنغال ما تنساوهاش. انا راني نجد باش ان شاء الله بالتوفيق المنتخب المغربي، وان شاء الله اليوم الرباج واللعابه اللي معاه ان شاء الله يديروا مقابله كبيره، وتمنيت يورقوا عليهم من الاول واحد 2 اهداف ولا 3 في الشوط الاول، غير 2. الشوط الاول صافي غادي تفركتهم، لانهم فريق ماشي شي حاجه. حنا تعادلنا معاهم بدودهم، المنتخب ديالنا مضاعت طلع غير بالقرعه وتعادل مع هذه السنغال.
خسرنا معها ب2-1، ولكن دارت خسره مع طنزانيا، عندها خسره مع طنزانيا وعندها ربحه، يعني ما عندهاش شي حاجه. طلعت الماتش اللي فات مع مالي بضربات الجزاء، تعادلت 1-1 وطلعت بضربات الجزاء. يعني اليوم خاص المنتخب المغربي يركز، الشبان يركزوا، وان شاء الله باذن الله المدرب يعرف يدير التشكيله اللي يدخل بها، يعرف ان شاء الله باذن الله تكون في الموعد، وهذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي. غدوه ان شاء الله يبدا التربص ديال المنتخب المغربي و26 لاعب اللي استدعاه. شفنا بزاف بوليميك، بزاف الهضره على بزاف اللعابه ولا بزاف اللي ما استدعاهمش، ولكن يخرجوا بزاف الاشاعات. ما تقدرش تفهم. مثلا قال لك ديال بوفال مع المدرب كاينه اشاعه، ما بالعامري على استدعاء المحمدي اقرد، يعني كاع هادو بينوا على، ولكن سي نورمال يكون هكا، لانه اي منتخب في العالم كنت اسبانيا ما اختاروش لعابه ديال ريال مدريد، وراه بوليميك كبير. علاش لعابه ديال ريال مدريد تعزلوا من المنتخب الاسباني، وتخلقت بوليميك هنا في اسبانيا يعني. وفرنسا الانجليز شحال من لاعب ما مشاش. البرازيل هذاك اللي لعب في تشيلسي طياره وما داوش، تخيل الهداف تشيلسي. يعني راه يكون بوليميك في الاستدعاءات. هو نيمار مشى، ممكن ما غاديش يشارك لانه عنده اصابه كراف، وممكن يمشي هذاك ديال تشيلسي. شوف ما كانش غادي يمشي نيمار، كان غادي يمشي. شوف الزهر كي داير. نيمار مشى لعب ماتش في البطولات تبليس، بطولة ديال البرازيل تبليس، وغادي يستدعيو هذاك ديال تشيلسي يولي يعوضه. المهم هذا الشيء اللي كاين. في الاخر نهضروا على البرنامج ديال المنتخب المغربي. عنده مقابله مع مدغشقر نهار 2 في الشهر، نهار 2 في الشهر 3 في الشهر، في ملعب مولاي عبد الله. وراه الناس قطعت التيكيات ديالها ووجدت التيكيات ديالها، لانه داروها بتيكيات. مقابله غتكون حبيه، ولكن في نفس الوقت تحضيريه لكاس العالم، ويشوف فيها الخطط اللي غادي يقدر ينفذهم وهبي على ارضيه الميدان. عندك شكون؟ عندك الاخر مقابله الزوجه غتكون مع النرويج وامريكا، تحضيريه حتى هي وهامه، نهار 7 يمكن 7 في شهر جوان. تحضيريه وهامه اللي غتكون كبيره امام هالاند واللعابه ديالو وصحابو. وعندك تما غادي يبداو لو 13 عندك المقابله الاولى ديال البرازيل، المقابله الزوجه اسكتلندا، والمقابله الثالثه هايتي. يعني عندك ان شاء الله باذن الله انا الحاجه اللي مطمئن لها وهي هذا الكاس غادي يجي للمغرب، والحاجه اللي مطمئنها الزوجه هي المقابله الاولى تربحها بانزيرو، يفتح لك بزاف الدروان، وانزيرو ان شاء الله باذن الله، وغادي يفتح بزاف بيبان للمنتخب المغربي باش يمشي بعيد ان شاء الله، ويمشي حتى لا فينال. هذا هو الامنيه ديالنا. الناس كاين اللي راه متخوف من البرازيل، انا البرازيل ما تخوفنيش قد ما تخوفك اسكتلندا، لانه البرازيل شحال ما غميتهم وشحال ما تعطلوا ما سجلوش، يديروا اخطاء وغتسجل عليهم، لانه هما